السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير باحوال جيده ومبروك عواشركم. خليكم رمضان بالصحه وبالعافيه بكل ما كتمناو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد البسطيله بالورقه الشريطه اللي كتشط لكم، يعني ما كتعمروش البسطيله كتشط لكم ديك الورقه ديالها، كتحتفظوا بها في المجبد وكديروا بهم بحال هاد الاشكال هادو. غادي ندوز معكم طريقه ديال التحضير. انا كيف ما كتشوفوا شرطت الورقه ديال البسطيله، يعني الورقه كتكونوا كتعملوا فيها كنتو كديروا بهم البريوات اولا كديروا بالسطيلات وكيبقى لكم داك الاشرطه اللي ما عندكم ما ديروا بهم ما تلوحوهمش. انا كنحتفظ بهم فيما كندير شي حاجه كنحتفظ بهذيك الورقه وكنديرها في المجمد، وملي كنبغي نستعملها كنجبدها كيف ما كتشوفوا معايا. خديت هذوك الاشرطه كنديرهم هكا شرائط طوال، يعني كنستافدوا من هذه الورقه هذه، ما عندناش غادي نرميوها، حنا عندها بزاف الاستعمالات. يعني كتقدري ديرهم بحال هكا وكتدخلها للفران وكتهرمشيهم وكتبقاي تزيني بهم الكيك ديالك اولا التحليات، اولا كديري بهم هاد الاطباق هادو بحال ديال التحليه بسطيله حلوه اولا بسطيله مالحه اولا التحليات. المهم كيف ما كتشوفوا معايا انا خديت الورقه ديال البسطيله كنقطعها هكا بالمقص هكا شرائط حتى غادي نكملهم كاملين، وتقطعوهم كاع غير بالموس هكا. كنقطعوهم كل لقينا شي طرف طويل بزاف كنحاولوا نقطعوه يكونوا القطع اللي هما متساويين. ضروري ما كنقلب وكنجبد وكنحاول نقطع قطع صغيره. كيف ما قلت لكم هاد الاشرطه هادو يعني كتكون عندكم البقايا ديال الورقه عندها بزاف ديال الاستعمالات. كاين اللي كيرميهم، ولكن انا درت بهم هاد الطريقه هذه وليت كنحتفظ بهم، كنعمر بهم، كندير بهم بسيطلات صغيورين اولا بسطيله بحال هكا اللي غندير انا. المهم اللي كملت خديت هنا شويه ديال الزيت، درت ليه شويه ديال التحميره. هذه بالنسبه انا حيت غندير بسطيله شي حاجه اللي هي مالحه على شكل بسطيله مالحه. بالنسبه لكم تديروها نتوما بالدجاج او على شكل بسطيله حلوه ما دهنوهاش بهذا الزيت والتحميره. انا باش تعطيني اللون ديالها احمر لان غنديرها مالحه. صافي هنا من بعد خديت كما قلت لكم الزيت، ضفت ليه شويه ديال التحميره كندهن به داك الورقه ديالي بزاف باش هكا كتجي مقرمشه وكتجي محمره. كنحاول هكا ندهنها مزيان، واللي ما بغاش يدير هاد الطريقه هذه ما يديرهاش، يعني ويدهنها غير بشويه ديال الزيت فقط. صافي هنا غادي من بعد ما دهنتها مزيان هنا غادي نجيب اي مول عندكم. انا غناخذ هاد المول هذا غادي ندهنو بشويه ديال الزيت اللي ضفت ليه داك التحميره. غادي ندهن والجوانب ديالو حتى هو كذلك. زدت واحد شويه ديال الزيت نحاول ندهنها مزيان باش ما تلصقش لينا. صافي غادي ناخذ واحد الكميه غادي نقسمها على جوج. غناخذ الجزء الاول غادي هكا نفرشو فوق الطابه كيف ما قلت لكم. الا بغيتو ديروها حلوه ما دهنوهاش بالزيت مع التحميره، دهنوها غير بالزيت فقط. صافي كنحاول هكا نقاد ديك الورقه ديالي مزيان. ممكن انكم ديروها حتى في ديك الطاوات ديال الكيكات الصغار حتى هما كذلك ديروها بنفس الطريقه، حتى هما كيجيو بحال بسطيلات صغيورين. صافي غادي ناخذ انا كما قلت لكم غادي نقادها مزيان، ما نديرش شي فشي، يعني نقادو نحاول نبسطوها ونقادو كاع الجوانب وفي الوسط في الدائره ديال الطاوه ديالنا.
صافي غادي نحتفظ بهذاك الجزء اللي بقى. هنا غادي ناخذ الحشوه ديالي، انا ديجا طيبتها، يعني ديروا اللي عندكم توجد في الدار. انا هنايا خديت الخيزو محكوك، البصله، القرعه، ضفت الزيتون، ضفت الصدر ديال الدجاج كذلك حتى هو درتو معاهم، شويه القزبر والمعدنوس والعطريه. كيف كتعرفوا العطريه راه البزار، شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت باش شحال داك التوابل مع داك الخضره. واللي بغى يزيد الفيغميسي يزيدو، انا ما كانش عندي ما ضفتوش. المهم غادي نحاول نعمر داك الورقه من الفوق. المهم مجرد شاركت معكم فكره هكا باش ما كنعرفوا ان رمضان كنحتاجوا فيه الورقه بزاف وكتشيط لينا بحال هاد الاشرطه هادو شحال من واحد كيرميهم، فانا كنحتفظ بهم كيف ما قلت لكم، وكان عندي بهم عده استعمالات. ممكن ديروا نفس الطريقه وتعمروها بالكريمه باتيسير وتغطيو ثاني بنفس بالجزء الاخر اللي احتفظنا به، ومن بعد كتزينوها بالسكر كلاصي وبالقرفه او باي حاجه بغيتو، المهم لكم اختيار. صافي انا اكتفيت هنا غير بالخضره كيف ما قلت لكم، ما كانش عندي الفيرميسيل ما درتهاش. المهم شي حاجه اللي كنستافدوا منها وما كنضيعوهاش. صافي هنا خديت غناخذ الجزء الاخر اللي بقى ليا من ديال الورقه كذلك حتى هو غادي نغطي به هذيك العماره اللي درت. غادي ندير هنا شويه ديال الفرماج، ممكن تزيدوا حتى البيض مسلوق، ممكن ديروا كفته، ديروا دجاج، ديروا الطون، ديروا اللي بغيتو. صافي هنا غادي ناخذ الكميه اللي بقات عندي غادي نحطها كامل الفوق. كنقادوها نغطيو داك الجوانب، كنغطي داك العماره اللي عندي. صافي وغادي ندخلها الفران حتى غتحمر من التحت او من الفوق، كتعطي واحد التقرميشه اللي هي زوينه. وهذا هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا معنا من بعد ما دخلتها الفران وشعلت عليها من التحت حتى تحمرت، عاودت هبطتها من الفوق تحمر. كيف ما كتشوفوا كتعطي واحد التقرميشه اللي هي